السؤال المتكرر ولسبب حيرة أغلب الناس الاختيار بين الخامات من حيث الجودة والسعر والعمر وعيوب ومميزات كل نوع. تعال أقول لك. تعال. أولا هنتكلم عن الاستخدام. الرخام بيستخدم لكل حاجة إلا المطبخ، لأنه زي ما قلنا قبل كده مش بيتحمل الأحماض زي الليمون والخل ولا بيتحمل الخدوش. الرخام بيستخدم لأرضية ودرج سلم وحوض حمام وحوائط وشاور. وطبعا التنظيف ممنوع نستخدم فيه أي مواد كيميائية زي الفلاش أو الكلور وغيرها من المواد المصنعة. نيجي بقى للجرانيت، يستخدم في كل حاجة وأهمها المطابخ. طيب يصلح لباقي الاستخدامات؟ طبعا يصلح، لكن نظرا لأنه أغلى من الرخام ففي ناس بتعتبر إن تكلفته عالية لما بيركب لدرج سلم أو أرضية، وناس تانية بتركبه في فيلا العادي، وده بيرجع للتكلفة واختيار العميل. أما الكوارتز أو الكوريان فهو الرخام الصناعي، فبيصلح لأي شيء زيه زي الجرانيت الطبيعي، وأغلب المطاعم في العالم بتستخدمه للمطبخ بتاعها وفي صالة تقديم الطعام، وأكتر استخداماته في المعامل الطبية نظرا لأن مسامه مقفولة وما بيحملش أي بكتيريا. والميزة الوحيدة اللي بيتميز بيها الكوريان هو إن سهل تصنيعه وتشكيله، فمثلا ممكن تعمل قطعة حوض مطبخ بالحوض بتاعها قطعة واحدة. ولو قلنا إن في عيب فعيبه الوحيد هو قلة أشكاله، وإنه مهما يكون جميل فمش هيكون في جمال الطبيعي، غير إن سعر الكوارتز والكوريان أغلى من الجرانيت. تابعوني عشان لسه اللي جاي أكتر، ولو عايزني أساعدك ابعت لي رسالة وهتواصل معاك. وبكده أكون جاوبتك على